اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ اخواتي المدمنين، النهارده جاينا في فيديو جديد. تطبيق النهارده تطبيق عمار يا باشا، هنعمل اثبات سحب. تطبيق محترم جدا، انا معايا فيه حوالي 140 دولار وكسور وحاجات زي كده. قدرت ان انا اعملهم في اسبوع. احكي لكم تجربتي الشخصيه في التطبيق. في ناس بتقول لي التطبيق مريح يا حبيبي. بقول لك انا بقيمه توب تطبيقات الدردشه. عمار عليه كميه رسائل كبيره جدا. تحتيه على طول تطبيق سيا، تحتيه ليلى، تحتيه كاتشي، تحتيه لينكي، تحتيه بقى سوجو والحاجات دي كلها. سوجو برضه كويس يا جماعة. كل واحد بيختار التطبيق اللي يناسبه ويبدأ يشتغل عليه. فالنهاردة هنعمل فوكس على تطبيق عمار. تطبيق محترم جدا يا جماعة، واقسم بالله في ناس بتقول لي مريح معانا. مفيش حاجة اسمها مريحة، لأن معايا الأدلة والإثباتات بتاع الناس اللي بتعمل حاجات محترمة في أسبوع فقط. كل واحد على حسب شغله في التطبيق، وزي ما انت شايف قدامك اهوت 100. وفي أسرار هقولها لك النهاردة. اسمع الفيديو للنهاية، اعمل لايك، اشترك في القناة. يلا بينا. التطبيق بيفتح معاك بالواجهة دي وانت بتسجل. هتدخل رمز الدعوة، تمام، عشان تخش معاك في الوكالة. بعد كده تدوس على العلامة دي. لو لقيت مكتوب هنا وكالة هتدخل الرمز اللي قدامك دلوقتي، ما انت كده دخلت في الوكالة. هتدوس على كلمة السحب كده يا باشا. لازم تشتغل طبعا عشان تلاقي سحب، مش هتخش زي كده تلاقي عنك، لأن ده شغلي. تمام. فهتدوس على سحب الكل كده 139. لا، ده احنا هنسحب 100. هقول لكم ليه بنسحب مبالغ فرديه اللي هي مثلا 100 والحاجات الموجوده دي. مش هندوس سحب الكل ليه؟ لان الحاجات دي بتوصل لك في ساعتها، لكن لو دوست سحب الكل هياخد منك 3 ايام. افهم يا حبيبي. هيوصل ل 97 طبعا. دي اول سحبايه. السحب ده بيديك هرمون دوبامين. نسحب 20. ماشي يا باشا. كده كده هي نفس الرسوم. بتدخل رقم تليفونك سواء معك محفظة فودافون، اتصالات، اورنج، اي باي. هوريكم طرق السحب بالتفاصيل دلوقتي. احنا معانا هنا 19. هندوس سحب الكل يا باشا. فودافون اوكي. تأكيد هيوصل ل 18. ماشي. هنرجع كده طبعا وهندوس تفاصيل المية عشان نتأكد ان السحب هيوصل بسرعة. جري السحب كده، سحب 19 دولار اهو. تم بدء السحب. لا يمكن عملية الإلغاء. تمام. جاب لك الكلمة دي تحت، يبقى أنت ما ينفعش تلغي عملية السحب. تمام. فبالنسبة لطرق الدفع طبعا الإي باي، فودافون، اتصالات، أورنج. طرق السحب اللي تناسبك كلها ما عدا باينانس. لو أنت عايز تسحب باينانس وكده، أو أي محفظة عملات رقمية، تيجي كلمني تخش الوكالة وتحول عليا والكلام ده كله. أوكي كده سحبنا كله يا باشا. فنبدأ بقى نشتغل على التطبيق. أول حاجة بتعملها هنا بتبقى عندك الصفحة الرئيسية. نسيت اقول لكم حاجه. التوثيق. هندوس على الشراط دول وهندوس على كلمه توثيق وبعد كده توثق اهوت يا باشا. تمام. بيجيب صوره بنت وتوثق بيها، كلام محترم جدا. تطبيق صعب في التوثيق شويه، مش لازم تحط صوره حقيقيه. تجيب صوره من جوجل تحطها، بس خلي حد يوثق لك. وتطبيق سلبياته او رخامته اللي هو ممكن يطلب منك توثيق كل 5 ايام كده، 4 ايام مره. اوكي. لو انت شغال على طول هيطلب منك كل يومين كده او حاجه. مركز المكافآت اللي فوق ده يا باشا مهم جدا، وفي مهام يومية وأسبوعية وشهرية، بس احنا هنركز على الشهر والأسبوع. بيقولك لو انت جمعت كذا تاخد كذا اهو. الأسبوع بيبدأ من الحد للحد. في مكافآت في الوكالة، في مكافآت في الوكالة بنوزعها بفضل الله. لو انت جمعت فوق ال 12 دولار. ده النظام بتاعنا في الوكالة يا باشا. حابب تنضم انضم، حابب تخش وكالة تانية بس هيضحكوا عليك. اوكي. تمام. عندك بقى يا باشا مكالمات صوتيه، مكالمات فيديو غير مؤهله ليه؟ لان الليفل بتاعي واطي. عندك دعوه الاصدقاء دي، لو انت عايز تعمل دعوه الاصدقاء يجيلك عليها جواهر. طيب الشغل الاساسي اللي احنا بنركز عليه اللي هو الرسايل. بتبدا بقى تبعت رسائل زي تطبيقات الدردشه يا جماعه. انتوا كلكم عارفينها، شرحتها كذا مره. عندك توصيتها وتبعت بقى تدوس هاي 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 للناس دي كلها. يوم جاي يبعت لهم الرساله. في حاجه عندك في المحادثه اسمها العبارات السريعه. هوريها دلوقتي يا اخويا مثلا او يا اختي. مثلا بتخش مثلا كده على واحده كده او واحد مثلا، بتدوس العبارات السريعه. هتلاقي عندك هنا نص ممكن تضيفه او صوت ممكن تضيفه. ده بيساعد معاك الشغل اكتر وبيجيب لك رسائل اكتر. لما انت تدوس يا باشا على كلمة هاي بيبعت لك الرسالة اللي انت كتبتها في العبارات السريعة. فهمت حاجة ولا ما فهمتش؟ اظن انك فهمت. عندك اللحظات دي يا باشا، بتنشر لحظة لو انت عايز تشارك حاجة بتاع براحتك. انت عندك الغرف دي يا باشا، هتلاقي فيها رومات كتير، ناس فاتحين وبيتدلعوا، وناس ممكن حد يقعد يرمي عليك هدية. الغرفة دي فيها 11، فيها 3، فيها 4. الناس نايمة دلوقتي يا باشا. تمام. عندك بقى الاوبشن اللي فوق ده. ماشي. طبعا كل موبايل له حساب واحد، ومسموح لك بالوش بتاع البنت انك توثق بيه 3 حسابات، والحسابات يكونوا مش على نفس الجهاز يا باشا عشان ما يحصل لكش مشاكل. عندك خدمة العملاء لو انت حبيت، كان في مشاكل في الزحمة قبل كده وحليناها. عندك هنا تبديل الحساب. طبعا انا الافضل انك تعمل حساب واحد عشان ما يحصلكش اي مشاكل في الحساب بتاعك.
نجمة الدردشة. تمام، بيقول لك طبعا انت جمعت قد ايه، والحاجات اللي انت عملتها، وقت النشاط قعدت قد ايه، اهو الكلام ده كله. بس يا جماعة وكده شرحنا تطبيق عمار، وعرفت طريقة الشغل عليه، وعرفت طريقة دخول الوكالة، لأن الوكالة هتفيدك جدا، بتديك بونص إضافي. لو أنت مش داخل في وكالة مش هتستفاد أصلا. تمام، فعايز تستفاد يعني خش في وكالة، عشان ايه؟ في بونص اسبوع بيجي لك اللي هو بتاع في مركز المكافآت ده، البونص اللي هو من حد لحد، وفي بونص انا بوزعه لو حضرتك يعني حققت تارجت فوق ال 12 دولار. فوق ال 12 دولار بيبقى عليهم طبعا 40 جنيه، وبعد كده 18 دولار عليهم 90 جنيه. ده النظام اللي انا ماشي بيه. حابب تنضم؟ تعالى. مش حابب؟ سلام عليكم يا مدمن، انا مش بحب نظامك، واتكل على الله.